بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا العزيز، اختي العزيزة، أنا عارف باللي كل واحد فيكم عنده مشاكل، وأي واحد فيكم عنده شي حاجة كيفكر فيها بالليل وبالنهار ومبرزطها في حياته، بحال شي حلم ولا أمنية بغيتيهم يتحقق، شي مشكل بغيتيه يتحل. راه واحد الحاجة ديرها في بالك، راه لا أنا ولا أي واحد من دوك الناس اللي دايرين بك واللي على وجه الارض يقد يغير لك حياتك للافضل واللي يحل لك دوك المشاكل، ولكن عارف واحد الحل من ثلاثه ديال الحوايج الا طبقتيهم اقسم لك بالله العلي العظيم الا الامنيه ديالك غادي تتحقق ومشاكلك غادي تحلوا. وهاد الحوايج راه ماشي غير واحد ولا جوج ولا 100 ولا 1000 ولا حتى الالاف اللي طبقوها وحياتهم تبدلات لواحد الدرجه ما تصورش بواحد الطريقه عجيبه جدا، ولكن باش نطبق هاد الحوايج كاملين راه ساهلين بزاف ويمكن تطبقهم. ودابا وانت جالس نيت، يلا خليونا نبداو على بركه الله. بسم الله. الحاجه الاولى، دير في عقلك ديك الحاجه اللي شاغلك وبغيتيها تحقق لك، ولا شي حاجه شاغلك وبغيتيها تهنى وترتاح منها، ولا شي مشكل مبرزطك. انا ما غاديش نزرب، نمشي معكم وحده بوحده غير بشويه. يلا جمع دوك الحوايج كاملين وديرهم في عقلك، جمعهم كاملين وديرهم في عقلك. يلا دابا ندوزو الحاجة الثانية، وهاد الحاجة الثانية وهي تاخذ واحد القرار، هو تفوض امرك لله سبحانه وتعالى. اي هاد الحوايج كاملين اللي جمعتي في راسك فوضهم الله سبحانه وتعالى. مشي معكم وحده بوحده، الشي كامل اللي جمعتي في عقلك فوضوا الله سبحانه وتعالى، وهو قادر باش يحقق لك هاد الحاجة. غير مثلا في حياتنا العاديه اي واحد كيكون عنده شي مشكل ولا كيكون عنده شي نزاع كيبغي يمشي للمحكمه، قبل ما يمشي شنو كيدير؟ كيشوف واحد الدوسي كيجمع فيه دوك الوراق، ماشي كيجيو كيمشي نيشان للمحكمه، وانما كيجمع واحد الدوسي كيدير فيه دوك الوراق وعاد كيمشي كيدفعو من المحكمه. فهذا داكشي اللي غدير، داكشي كامل دوك المشاكل اللي عندك في حياتك وداكشي اللي كتفكر فيها وهادي جمعهم كاملين في راسك وقول بينك وبين راسك وكلت هادشي لله سبحانه وتعالى. وهاد الطريقه خاص ديرها بعقلك وبقلبك كما كدير فاش كتبغي تصلي. كتجي اول حاجه هي النيه، كدير النيه وكتركز وكتخشع وكتحضر عقلك وقلبك. ودابا ندوزو للحاجه الثالثه، ولكن عافاكم قبل ما ندوزو للحاجه الثالثه بغينا نشوفوا فعلا ان قلوبنا توكلت على الله وفوضت الامر ليه بكل صدق. طبق هادشي وانا كنتسناك، حنا بغينا نطبقوا هادشي تطبيقا عمليا غير بشويه، وانا كنتسنى وندوزو للمرحله الثالثه. قبل ما ندوزو للمرحله الثالثه ما لاحظتوش معايا فاش طبقتوا هاد الحاجه هادي ما حسيتيش بواحد الراحه وواحد الطمانينه؟ ما حسيتيش بشي حاجه ثقيله خرجت من صدرك؟ الا حسيتي بهذا الشيء ما حسيتيش به واحد شويه غادي تحس به، عاجلا ام اجلا غادي تحس به. بغيت نقول لك واحد الحاجه علاش حسيتي بهذا الشيء دابا، حيت في الاول دوك الحوايج ولا دوك المشاكل ولا داك الرغبات ولا داك الشيء كامل اللي مبرزطك، داك الشيء كنتي دايرو بينك وبين راسك. داكشي علاش كان مبرزطك بعقلك وشي حاجه ضيقه في الصدر وكتحس براسك ماشي هو هذا. اما من بعد فاش فوضتي داكشي كامل الله سبحانه وتعالى حسيتي بالراحه وحسيتي بواحد الامان. حيت شنو درتي؟ كلتي وفوضتي امرك الله سبحانه وتعالى وبثقه منك انه غادي يفرج عليك. هادشي علاش حسيتي بشي حاجه من الهم خرجت من صدرك. كنتي في الاول داكشي كامل هازو في صدرك، اما دابا الملف كامل جمعتي فيه داكشي كامل حطيتيه بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو قادر يحقق لك داكشي كامل بحق قوله بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي آية أخرى ومن يتوكل على الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم، وهذا وعد منه سبحانه وتعالى. ودابا وصلنا للمرحلة الثالثة والأخيرة وهي الأخذ بالأسباب. هي دير الأسباب. وشنو هو الأخذ بالأسباب؟ هو أنك دير المجهود ديالك على ود داكشي اللي وكلته وفوضتي الأمر ديالو الله سبحانه وتعالى. مثلا كنتي مريض ما تبقيش ناعس، نوض سير عند الطبيب. بغيتي الفلوس نوض وعري على كتافك وقلب على خدمه وتحرك، ما تعرف منين يجيك الرزق. بغيتي تنجح قرا وتعلم وتكون عندك الرغبه في النجاح اكثر من الخوف من السقوط ولا الفشل. وغادي تقول لي حتى لمتى غادي نبقى ناخذ بالاسباب؟ غادي نقول لك حتى يتحقق لك داكشي اللي بغيتي، وخاص الاسباب تكون منطقيه ومعقوله باش ما تقولش درت هادي وهادي والله ما استجبش ليا وهاد عابت وتفليا مع الله سبحانه وتعالى. ماشي بحال واحد السيد 20 عام وهو كيدعي الله سبحانه وتعالى بالذريه الصالحه، ما كيخرجش من الجامع، كيصلي بالليل وبالنهار،
اللهم ارزقني الذرية الصالحة، اللهم ارزقني الذرية الصالحة. اللهم واحد السيد كيشوفو ديما تما، جات تقرب ليه كيتناقشوا هادي وهادي وهادي، قال لي راه كندعي الله سبحانه وتعالى بواحد الدعاء ديال 20 عام باقي ما بغا يتحقق. قال لي شنو هو هاد الدعاء هذا؟ قال لي رزق لي الذرية الصالحة. قال ليه ولكن واش درتي الأسباب؟ واش مشيتي انت للطبيب؟ واش ديتي المرا ديالك للطبيب؟ واش شنو قال ليه؟ قال لي انا ما مجوجش. فهمتي؟ يعني هذه راه تفليه ولعبات مع الله سبحانه وتعالى. داكشي علاش قلت لكم الاسباب تكون منطقيه ومعقوله. ودابا وصلنا لنهايه هذا المقطع هذا. قبل ما نودعكم، الا حسيتوا انكم استفدتوا شي حاجه من هذا المقطع، ما تنساوش انكم تشاركوه مع الناس اللي قرابين لكم واللي عزازين عليكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.